طامة كبرى منتشرة بالمجتمع وصار سنين ودمرت العوائل، بس ما حد منتبه لها ولا أحد ملتفت لها ولا أحد يدري بيها. زين، صار لها سنين هذه الكارثة اللي تصير، وهي سبب هواي مشاكل. بدلة العرس، بدلة العرس اخواني اخواتي ما يصير تتنقل من شخص لشخص، ما يصير تلبس من عروسة لعروسة، من بنية لبنية. هذه البدلة من لبستها بنية صارت طاقتها بيها، مو صحيح؟ صارت طاقتها بيها. هسه هاي البنية عليها حسد، بيها امراض، عليها طاقات سحر، هاي كلها تشبعت بيها البدلة. تجي العروسة الثانية نفس الحالة، الوراها 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 الوراها، زين، وتشوف الكوارث والمشاكل الصحية والاجتماعية منتشرة بالمجتمع كالنار في الهشيم. واحنا نقول والله منين، يعني شنو هاي، منين اجتنا، منين صارت؟ هاي واحد من الاسباب، مو السبب الرئيسي، لكن السبب مؤثر جدا. ما يصير ملابس تبادل بيها، اصلا الملابس ما يصير تبادل بيها الا مو انت تلبسها ومناسبة هيجي، مناسبة محددة مصير الانسان، وتجي ترتدي بدلة لابستها ألف وحدة، ما ادري ايش قد، ما ادري اشكال الظروف اللي مارين بيها. زين، فشلون علاج هالمسألة؟ اول شيء نقلل من قيمتها، يعني سعرها. اسوي بدلة العرس مثل قبل، مو موديل قبل ولا موديلات قبل، هم رجعت اخليها شوية غير مكلفة حتى العروسة تقدر تشتريها. قبل نساء قبل كانوا بدلة يشتروها يلبسوها وتبقى يعني عندهم. زين، والحمد لله لا كان عندهم هيجي مشاكل ولا هيجي امور يعني معقده او امراض اللي ظهرت هسه. زين، فهذه خلي ببالك انت من تلبسين ثوب، سواء كانت بدله العرس او بدله الحنه او البدلات المستاجره، يعني بصوره عامه طبعا بدلات المستاجره هذه كم وحده لابستها وشنو الظروف الماره بيها. يعني اذا وحده لابستها مسحوره خلي ببالك تتاثرين انت، اذا وحده لابستها مسحوره، اذا وحده محسوده. زين، اذا وحده عندها يعني ما اريد اتوسع بالحالات اللي يعني مثل عندنا نوع من التوابع، خلي بالك كل هذا ينتقل الك. احذروا من تبادل الملابس، اصلا الملابس هاي العاديه مثل احذروا من تبادلها، الا مو انت تستاجرين من مكان عام بدله لابستها الله اعلم كم وحده، 100 وحده لابستها قبلك، وتتعجبين ليش الاحداث تغيرت وياك او ليش صارت احداث سلبيه. هاي وحده من الاسباب. التفتوا لها وحاولوا الفساتين تكونون انتم مالكيها، يعني تقتنونها وتلبسينها انت. بس مو شرط الفستان مزرقش ما ادري شنو، خلوه شويه. هي ترى البساطه هم حلوه وهم انيقه وهم نزاكه البساطه. ماكو داعي تشتري لك مثلا بدله بكذا مبلغ، خليها فد شيء يعني راقي.